كده الزمالك لا عنده قيد مفتوح يجيب صفقات، ولا عنده لعيبه يملى القايمه اللي عنده مثلا شباب، او عنده شباب حتى يتركز عليه. كده الزمالك في الضياع، كده الاداره في البلان. بقول لك بقى بعد مصيبه انس وائل اللي بعد ما نزل النهارده على الانستجرام وقال لك تعصبه يا بيه، بعد ما قالوا له روح يا عم المعسكر وعملوا له عقد جديد وقال لك هيسجل في القايمه الثانيه، كله بقى بلح. النهارده بيقول لك كمان اهو بعد انس وائل الزمالك يختار ايمن امير عبد العزيز واحمد مجدي وعبد الرحمن كمان مع عدم التواجد مع الفريق الاول خلال الموسم الجاي، وذلك وفقا لرؤيه الجهاز الفني. لا والله، المشكله ان الناس في نادي الزمالك جهله لوايح، اقسم بالله الاداره بتاعتنا جهله لوايح، ما بتعرفش حاجه عن اللوايح، لدرجه ان لما جه على الزمالك اللي هو الايقاف التاديبي كان بيحسبوا ان هو هيتفك، ما يعرفوش حاجه، بيطلعوا بيانات هم مش فاهمين حاجه. والاتنين تلاته اللي كانوا فاهمين مع جون ادوارد في اللوايح قالوا لهم مع السلامه. حتى جون ادوارد الوحيد اللي كان فاهم كل حاجه قالوا له مع السلامه. فانا مش عارف اصدق ايه، اقسم بالله ما انا عارف. الزمالك النهارده بعد ما سجلش اللعيبه الشباب في القائمه الاوليه بيحسب ان الموضوع دي غلطه، وانه يعرف يسجلهم في القائمه الثانيه، فراح يسجلهم في القائمه الثانيه اللي اتقالت له لا انت عندك ايقاف قيد، 35 لاعب بتوع القايمه الاولانيه هم بس اللي هيسجلوا، غير كده ما ينفعش تسجل. فالاداره اتصدمت فقالت للاعيبه يلا مع السلامه. انتوا متخيلين اللي احنا وصلنا له؟ الاتنين اللعيبه اللي كنا يعني فيهم الامل وهيلعبوا مع الفريق الاول ويقدروا يكملوا القايمه في نادي الزمالك، ولما نحتاج حد منهم هيكون متواجد وبدون فلوس وعندنا ايقاف قيد وكل حاجه، بقوا في الشارع، بقوا فري، بقى اي حد ينفع ياخده. اللاعب امير ايمن عبد العزيز اللي كان بيقول لك هو ده المهاجم المستقبل ما عادش موجود في الزمان، خلاص بقى بلح. يعني هو دوت اللي كانوا بيقولوا عليه الوحيد اللي في الناشئين يعني عليه العين، هو ده اللي هيكسر الدنيا. انس وائل مهاري ولاعب مهاري ولاعب جناح ولاعب بيلعب كورته حلوه في الملعب، ما عادش موجود مع نادي الزمالك. الاتنين بقوا فري. انتوا متخيلين الفشل الاداري اللي موجود في نادي الزمالك؟ انا ما شفتش فريق في حياتي واخد دوري في وسط المشاكل دي وصل نهائي كونفدراليه ويكون الاخبار كلها بتاعته سلبيه للدرجه ديت في حياتي. يعني اتفرج كده على مثلا برشلونه كلها اخبار ايجابيه، الارسنال كلها اخبار ايجابيه، اي فرقه بتاخد دوري تلاقي اخبار ايجابيه. تلاقي الاخبار السلبيه دي في فرقه مثلا ما خدتش بطوله، فرقه زي الاهلي دي مفروض يعني كل الاخبار بتاعتها سلبيه. المفروض فرقه واخده مثلا يعني موسم صفر بعد الصفقات ديت تلاقي الدنيا نار والجمهور نار والاداره نار وكميه ناس بتمشي وكميه ناس بتيجي ومفيش مدربين وماشيين احنا بقى فريق واخد بطوله وقف قيد تأديبي، لعيبه ما تاخدش مستحقاتها، لعيبه عندها تمرد على النادي، المدير الرياضي بيمشي، مين المدرب اللي هيجي، مين اللي مدرب حتى الطب في نادي الزمالك عليه مشكله، المدرب الاحمال عليه مشكله. انتوا متخيلين اللي وصلنا له؟ مدرب الاحمال كان عليه مشكله، علاء هيرجع مش هيرجع، طب احنا هنجيب البرتغالي هيجي، طب المدير، طب الجهاز الطبي مين اللي هيكون متواجد، مشينا الاجنبي، طب المدرب هيجي اسامه الكابتن اسامه ما جاش، طب احنا هنجيب المدرب بتاع الشباب ما جاش مرضاش يجي والاتحاد ما سابتهوش، طب هنجيب مين تاني؟ على طول في شد وجذب. طب برضو سيف الجزيري بعد ما اسمه مشاه جون ادوارد، طب احنا هنجيبه في الاخر مضينا معاه لا خلاص هيمشي. انس وائل وامير لما احنا مشيناهم وما عملناهمش في القيمه الاولانيه قال لك خلاص هيمشوا، اللعيبه بدات تشوف العروض بتاعتها، الزمالك قال لهم لا احنا نعمل معاكم عقد وكانت غلطه ومعلش واحنا اسفين، فالزمالك مضى معاهم فوداهم المعسكر جه الوقت قال لك ما ينفعش تحطهم في القايمه فهيمشوا. والنهارده كمان ما بيطلعوش يقولوا الحق اللي هم غلطهم، لا طب يقول لك بسبب قرار فني، يعني اللعيبه ديت مستبعده بسبب قرار فني. يعني انت شايف ان سيف جعفر احسن من الاتنين دول؟ سيف جعفر اللي انت مقعده في النادي عشان ابوه ما يطلعش يهاجمكم احسن من الرجاله ديت؟ طب طب انت شايف ايه اللي انت نجحت فيه يا ادار؟ والله سؤال،
ايه اللي انتوا نجحتوا فيه في نادي الزمالك؟ عشان انا تعبت. يعني انتوا نجحتوا في ايه في نادي الزمالك؟ قولوا لي قرار واحد انتوا نجحتوا فيه في نادي الزمالك. القرار الوحيد اللي نجحتوا فيه اللي انتوا جبتوا الرخصة الافريقية، اللي انتوا السبب فيها من الاول. انتوا السبب. اوعى تحسب اه ان المشاكل الموجودة دي بسبب حاجات قديمة. لا 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 لا، مش لك انت اللي جايبه. انت اللي مشيت مصدق وقلت له امشي. انت اللي جايب معاه وعملت معاه عقد 5 سنين. انت اللي جايب الجفالي وعملت معاه عقد 5 سنين. انت اللي سبت بن شرقي سبت ورحت جاي قلت مش لك ده اللي ما لعبش ولا مباراة في النادي. انت اللي جبت الواد الكيني واخد 400 الف دولار. واخد 400 الف دولار مستحقات. اه انت اللي عامل المشاكل الموجودة في نادي الزمالك دي. انت اللي وصلت لنادي الزمالك اللي احنا فيه الوقت اللي احنا ضايعين. اقسم بالله جمهور ضايع ولاعيبه ضايعه من كتر المشاكل الموجود. انت اللي وصلت النادي للمشاكل الموجوده. اوعى ترموا حاجات على الحاجات القديمه. لا 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 لا، انت من اول يوم بتدي وعود غلط. وعود مفيش حاجه واحده اتحققت. انت يا جدع كرة اليد باظت على ايد. كرة اليد باظت على ايد. قول لي كده ايه البطولات اللي انت خدتها؟ انتوا مصايب. اقسم بالله مصايب على نادي الزمالك. واللي خلاكم تمسكوا النادي كان مصيبة. اقسم بالله كان مصيبة وحطت علينا.